ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض العيش السوري او عيش الصاج، عيش الشاورما، وممكن ناكل فيه اي ساندوتش تاني زي ما نحب. طريقته سهله وبسيطه، هنعمله في البيت. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين كان طري جدا وكان طعمه لذيذ وطريقته سهله جدا. اول حاجه حطيت 2.5 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه ملح، معلقتين من الزيت، وبتكون دي بس المكونات. بنعجنهم كده كويس، بندخل الزيت يتداخل مع الدقيق، وبنبدأ نحط المية بالتدريج. دي مية دافية بننزل بالتدريج لحد ما نتشكل معانا عجينة طرية هتشوفوا دلوقتي. ما بنحطش المية كلها مرة واحدة، عشان على حسب نوع الدقيق بياخد معانا مية قد ايه. زي ما انتم شايفين العجينة اهي بقت طرية. هنغطيها وهنسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة. هي مش بتخمر ولا حاجة، احنا بس بنسيبها ترتاح عشان تبقى سهلة معانا واحنا بنفردها. زي ما انتم شايفين قد ايه العجينة بتاعتنا مطاطية وسهلة جدا اهي، وهي بتتقطع معانا. هنبدأ نشكلها لكور متوسطة، طبعا على حسب حجم الرغيف اللي احنا محتاجينه وعلى حسب الصينية اللي هنخبز فيها. زي ما انتم شايفين كده بنخلص الكمية كلها وهنبدأ نفردها. بنحط رشة من الدقيق وهنبدأ نفرد الكرة بتاعتنا كده اللي هو رغيف العيش. نقدر نستخدم النشابة الصغيرة، نقدر نستخدم النشابة الكبيرة زي ما نحب، مفيش اي مشكلة. هنفردها، هنلاقي العجينة بتاعتنا سهلة وبتتفرد معانا بكل سهولة. هنسخن الصينية بتاعتنا، صينية مش بتلزق، هنسخنها ومش بندهنها ولا اي حاجة. هنبدأ نفرد الرغيف كده بسمك رفيع جدا، وزي ما انتم شايفين حطيناه في الصينية. اول ما بنحس ان لونه بيغير بنقلبه، ما بياخدش وقت خالص، يعني ثواني بس وبنقلبه على الناحية التانية. بنكون مجهزين فوطة، بنطلعه على فوطة وبنغطيه بفوطة عشان ما ينشفش معانا. زي ما انتم شايفين كان شكله يفتح النفس. زي ما انتم شايفين حلو قوي، جربوه متأكدة هيعجبكم. مش بياخد وقت معانا خالص وبيطلع كمية كبيرة. هنغطيه طبعا لازم. انا هو هجرب معاكم مرة كمان عشان نشوف قد ايه سهل، وفرده سهل ما بياخدش اي حاجة، ومش صعب ولا حد يحس ان هو صعب ولا في اي مشكلة، بالعكس سهل جدا. هنفرد كده الرغيف بتاعنا. زي ما انتم شايفين قد ايه العجينة كانت مطاطية وسهلة جدا، سهلة في الفرد ومش بتتقطع مننا ولا اي حاجة. نفس الطريقة هنفرده وهنبدأ نحطه في الصينية بتاعتنا. مش بياخد وقت خالص وسهل، نقدر نعمل فيه شاورما، نقدر نعمل فيه تشيكن كريسبي، اي ساندويتشز احنا عايزينها في البيت بنقدر نعمله فيها وبيكون سهل جدا. ما بياخدش وقت، ما نسيبوش وقت كبير عشان ما ينشفش مننا. بنقلبه على الناحية التانية، ما بياخدش وقت خالص، ثواني وبيكون جاهز معانا. قد ايه طريقته سهلة وبسيطة، متأكدة هيعجبكم. وزي ما انتم شايفين كده بيطلع معانا كمية كبيرة. لو عجبكم الفيديو لايك على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، هسيب اللينك في اول كومنت، وبألف هنا.